ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جيت لكم بالبطاطس الخلطبيطه. صينيه الخلطبيطه دي تحفه زي ما انتم شايفين كده، يعني طالعه من الفرن طازه. تعالوا نشوف الجمال ده عملناه ازاي. معانا قرنين فلفل حاميين او باردين زي ما تحبي، مع 6 فصوص توم، تمام، على معلقتين سمنه، وهنشوحهم كده على النار يا دوب كده بس يخرجوا الريحه بتاعتهم. وهننزل عليهم ب4 طماطمات مضروبين في الخلاط، تمام، طماطم كبيرة. وهنبهرهم بقى. هنحط حوالي معلقة فلفل اسود صغيرة، معلقة بهارات لحمة، تمام، معلقة بابريكا، ماشي. وهنحط الملح بتاعنا، وهنسيبهم يغلوا على النار، يعني تتسبك نص تسبيكة. احنا مش عايزينها تتسبك خالص، تمام. وهنا خلاص خلصت، هطفي عليها النار. يلا بقى نشوف اللحمة هنعمل فيها ايه. طيب، معانا بصلايه كبيره معصور ميتها او مش معصور، مش فارقه يعني زي ما تحبي، كده كده هتدخل الفرن. وبهرنا اللحمه برضو بهارات لحمه، وربع معلقه بابريكا، وفلفل اسود، و بتاع ده بابريكا مدخنه قلت لكم، وربع معلقه قرفه، تمام. وعجناها كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين. طبعا انا سرعت الفيديو عشان ما اطولش عليكم. عجنيها كويس قوي عشان ما تفكش منك في الصينيه. هنقرصها كده، ايه، دواير دواير كده، شايفين. لحد ما نخلص كمية الكفتة بتاعتنا، ندورها كده وما نسيبش فيها تشققات، نخليها كلها قد بعضها، دواير كده على قد ايه حلقات البطاطس، ماشي. هتعجبكم جدا جدا جدا، وهتعجب الولاد جدا جدا. لما تجربوها ان شاء الله هتعجبكم. واللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا ما ينساش يحط لايك للفيديو، وما ينساش يحط كومنت جميل كده زيكم. انا يعني متعوده على كومنتاتكم الجميله. وما تنسوش تشتركوا في القناه لو مشتركي، لو ما لو ما اشتركتوش، لو القناه عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدعمونا. هنا خلاص خلصت الكميه كلها. معانا بقى فلفل حلقات اخضر واحمر، وطماطم برضو حلقات رفيعه، وحوالي كيلو بطاطس متقطع كده شرايح متوسطه. والصينيه فيها بصلايه كبيره مبشوره علشان تعمل معانا صوص، احنا بنحبها بالصوص. انت لو بتحبيها ناشفه براحتك، يعني على حسب، يعني الاكل برضو بيبقى اذواق. وهنحط بقى ايه بطاطسايه بالطول كده، بطاطسايه وقطعه لحمه، تمام، وقرن فلفل اللي هو المدور ده، الفلفل الرومي، وشريحه طماطمايه. يبقى شريحه بطاطس، شريحه طماطم، شريحه فلفل، شريحه لحمه من اللي احنا مقطعينها الدواير دي، تمام. وهنفضل نلف الصينيه كده داير ما يدور. بصوا انا مبطئه هنا عشان اوريكم انا برصها ازاي. خلاص نحط الطماطمايه، يعني الطماطم بعد اللحمه، وبعدين الفلفل، وبعدين هنرجع نحط بطاطس تاني، وهكذا لحد ما نخلص الصينيه بتاعتنا نلفها كلها بالبطاطس. وفي النص بقى هنحط بطاطسايه شريحه لحمه، بس ايه وهي مميله، مش وهي واقفه كده، تمام. هوريكم دلوقتي في الاخر. هنكمل رص الصينيه بتاعتنا. هنحط عليها بقى الصلصه بتاعتنا اللي احنا عملناها نص تسبيكه بالثوم. خلاص هنغطيها بالميه، وبعدين هناخدها نحطها على البوتاجاز. خلاص الميه اللي فيها دي تنزل شويه، يعني تنزل لنص الصينيه كده. وبعدين هناخدها ندخلها على فرن درجه حرارته 200. هتاخد لها بتاع ساعه في الفرن. وزي ما انتم شايفين كده، بصوا طالعه جميله ازاي، كفته متحمره والبطاطس متحمر وشها، وحاجه كده جامده جدا، مع شويه بقى رز بالشعريه، شويه رز ابيض زي ما هتحبي بقى. بصوا الجمال، يعني مش قادره اقول لكم، جميله جميله جميله.
والولاد هيحبوها جدا. عايزه بقى تنشفيها براحتك، عايزه تسيبي فيها شويه صوص كده زي ما احنا بنحبها برضو براحتك. يعني يعني اذواق زي ما قلت لكم. بس بجد بجد تستاهل، وغدوه جميله من نص كيلو مفروم. يعني مش هتتكلفي غير النص كيلو المفروم يعتبر في الظروف اللي احنا فيها والمعيشه الغاليه اللي احنا فيها دلوقتي دي. وهتعملي احلى غدوه وهتزيد منك كمان من حلاوتها. بصوا البطاطس واللحمه شكلها تحفه ازاي، والكفته طالعه تحفه ازاي. ناخد بقى حته كفته كده بحته لحمه كده، قصدي بحته بطاطس. اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا ما ينساش يحط لايك، واللي ما اشتركش ما ينساش يعمل اشتراك في القناه. جميله ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. البطاطس مش راضيه تقعد على المعلقه مع الكفته. بصوا جميله جدا والله.